السلام عليكم محبي ومتتبعي هبة فن من جميع أنحاء العالم. بخصوص تقنيتنا ديال اليوم هي تقنية ريزين ايبوكسي على شكل أمواج البحر. كتكون فيها الرمال المحار. هنا غتشوفوا معنا درس ديال اليوم اللي اختارينا فيه ساعة حائطية مكونة من MDF، شكل دائري. كنحتاجو هنايا الخدمة ديالنا رمال البحر عادية زائد غراء الخشب، وكنقوموا بخلط الغراء مع الرملة اللي عندنا. كنحصلوا على عجينة خشنة. يعني هنايا كناخدوا السطح اللي غنخدموا عليه، كنقوموا بوضع غراء الخشب على هذا الشكل هذا باش نشكلوا العجينة ديالنا بالطريقة اللي بغينا، بالشكل اللي بغينا، بالعلو اللي حنا بغينا. هادو مسائل كتبقى اختيارية. نفس الطريقة كنقدروا نديروها في لوحة حائطية. حصلنا على هذا الشكل، من الأفضل نخليوه تيبس تماما، يعني تولي جافة. اختارينا هنا صباغة أكريليك من نوع ريش. اختارينا الألوان اللي عندهم علاقة بالبحر، اللون الأزرق، أسود، أبيض، واللون أخضر تيركواز. كنصبغوا السطح ديالنا كيف شفتوا الطريقة معنا هنا. كنحتاج اللون الأسود، اللون الأزرق، واللون اللي غادي ما بين الأزرق والأخضر يعني تيركواز. كنصبغوا السطح اللي غنخدموا عليه. يعني هذا السطح ممكن يكون لوحة ديال لاطوال، ممكن يكون بلاطو ديال الخشب، ممكن يكون ساعة حائطية على شكل دائري أو على شكل مستطيل، ماشي مشكل. يعني كيكون ولا الشكل يعني عشوائي كتبقى نفس الطريقة. لاحظتوا معايا هنا خاصني ضروري ملي نكون كنصبغ صباغة أكريليك نقوم بتداخل الألوان باش يعطيني شكل جيد. علاش اختاريت انني نخدم بهذه الطريقه هذه؟ كنفضل ندير صباغه اكريليك هي الاولى باش ملي نبغيو نخدموا عليها الريزين، يعني ريزين ايبوكسي شفاف، ما يكونش عندي مشكل في السطح اللي لتحت. يعني هنا السطح كنكون جهزته باللون اللي انا محتاجاه هو الاول. كما قلت لكم من الافضل نخليو الرمله اللي عندنا تتيبس، يعني يكون جفاف تام ليها عاش نخدم هذه الطريقه هذه. يعني ما خصنيش نقيسها بالريشه. هنا باقي عندنا الرمله باقا ما يبستش، ولكن نتوما خذوا وقتكم كافي في العمل. بعد ما صبغنا السطح ديالنا بالاكريليك كنخليوه حتى كيبس. يعني ملي كنقول كيبس يعني جفاف تام، يعني ما كيبقاش كينشف، ما كيبقاش فازك. يعني الغد ليه مباشره كندير سكب الريزين شفاف على هذا الشكل هذا. كنقادو بيدي، وضروري استعمال القفازات. هنا الريزين شفاف، كنتبعو ريزين عنده لون تيركواز، هو اللون اللي شفتو عندنا هنايا. كنحاولوا نقادوهم بيدينا. راه ممكن الا استعملنا غير اليدينا هنا كنحصلوا على الشكل تداخل الالوان على شكل امواج. هنا اختارينا الشفاف والتيركواز فقط. كنستعمل اللون الابيض، بخصوص اللون الابيض خصو يكون على هذا الشكل. ناخذ الكاس ونجمع ليه الفم ديالو وندير سكب خط رقيق اللون الابيض ونحركه بالششوار على هذا الشكل. ممكن نكتفيو بخط واحد كافي، ممكن نديرو خط الفوق منه. يعني هنا كيبقاو مسائل اختياريه، ولكن الطريقه الصحيحه هي هذه كيف شفتوا. نقدروا نخليوها حتى كتيبس وندير الخط الثاني من الافضل. هنايا غير باش نوريكم الطريقه درنا الخط الثاني. علاش كنقول لكم ديروا الخط الاول تيبس ونديروا الخط الثاني؟ باش يبقاو عندي الخلايا. هنا الخط الثاني كتشوفوا دابا كيفاش كنخدموه على هذا الشكل. كندفعوه بالششوار. من الافضل يكون ششوار او مجفف الشعر عنده الفم ديالو مجموع. بعد ما كيبس العمل ديالنا الغد ليه مباشره كناخذ هذا الشكل ديال هذه الرشمه هذه، كنطراسي الارقام اللي عندي. يعني الارقام كاملين اللي عندي كنطراسيهم بهذه الطريقه باستعمال البابي كربون اللون ديالو ابيض. النتيجه نتوما كتشوفوها. كناخذوا الارقام بحال دابا ممكن نديروا الترقيم كامل، ومن الافضل نكتفيو بعض مرات بالارقام 12 و6 و9 و3. كتشوفوا الشكل ديالنا كيفاش داير. بعد ما كنكملوا كنلصقوا الارقام باستعمال الغراء. هنا كنحتاجوا واحد النوع ديال الغراء الخاص بالاعمال اليدويه، كيكون نوع جيد باش نثبتوا به الارقام. بخصوص هاد الارقام هادي كنخدموهم بالريزين ايبوكسي بالمول اللي خاص بالارقام، او لا كنصايبوهم بالديكوب. هنا ما كاينش مشكل في الارقام. ممكن نستعملوا ارقام بلاستيكيه ديال الاطفال ونصبغوها بالاسود حتى هي كنخدموا بها. هنا كنقلبوا ديما على الحلول السهله جدا. هنا كنلصق الرقم 3، 12 و6 و9. بخصوص الارقام اللي كيجيو ما بين 12 و3 وما بين 12 و9 فضلت انني نخدمهم بالفاشيون ريش
لون أسود، يعني باش يبقى السطح ديالي كيبان. ملي نكملوا هاد الخدمة هادي نقدروا نلصقوا المحارات في الرمال، نقدروا نلصقوا يعني كما قلت لكم المحار، الرمال الخشنة على شكل يعني محارات رقيقة. ها هو الشكل النهائي ديالنا. من بعد ما كملنا، بعد ما كيبس العمل، كنركبوا الموتور ديال المكانة. هانتوما كيفاش كتشوفوا معايا هنا الموتور ديال المكانة كيتباع عندنا في المحل. كيكون الشكل ديالو يعني خاص بهاد الساعات الحائطية، وكيكون سهل الاستعمال. يعني كنركب الموتور، كنركب الموري ديالي الاول والثاني على هاد الشكل صافي، وكتولي عندي الساعة الحائطية ديالي جاهزة. وممكن نخدموا عدة أشكال بخصوص الساعات الحائطية، يعني ألوان اللي بغينا على حساب فين غنزلوا الساعة الحائطية. يعني ما كنكونوش مرتبطين غير بهذا الشكل هذا. شوفوا معنا الشكل النهائي هو هذا. كنتمنى فكرة اليوم تنال إعجابكم.